بطنك ده ابن مين؟ ابن مين؟ ابنك انت طبعا. كدابة كدابة، انت كنت حامل في الواد ده قبل ما تتجوزيني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لو مكدباني اجيب لك نواشي. نواشي؟ نواشي مين دي؟ نواشي مين؟ نواشي اللي كانت شغاله عند الدكتوره اياها، اللي عملتي عندها العمليه يا فاكره. طيب انت مين اللي كان معاك؟ مين ابو الواد ده؟ انطقي انطقي انطقي. رجب. رجب رغني وضحك عليا، ولما حصل اللي حصل غصب عليا اتجوزك. رجب سامحني. حتة عيلة زيك انتي تستخفزني انا؟ سامحني والله العظيم غصب عني. انا كنت بدور على اي حاجه عشان اخلص من المصيبه دي واستر على نفسي. استوري على نفسك انتي شطانة. ابوس رجلك ابوس رجلك سامحني. انتي طعنتيني بالسكينة في ظهري. ارجوك ارحمني ارحمني. انت اللي زيك ما تستاهلش الرحمة. انت طالق طالق. في ايه يا مختار؟ ايه اللي بيحصل ده يا ابني؟ ان ما كنتش خايف عليها خاف على ابنك اللي ببطنها. مش ابني. مش ايه؟ اللي في بطنها ده مش ابني. امال ابن مين؟ ابن رجب. 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 يا دي المصيبة، يا دي العار، يا دي المصيبة. ايه؟ انا في كابوس؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل لنا ده؟ في ايه؟ خير، في مجموعة من المسجلين خطر تم القبض عليهم امبارح يا أشرف، فأنا قلت استدعيك جايز تتعرف على حد منهم، خصوصا إن إحنا ظبطنا معاهم أسلحة آلية زي اللي استخدمت في العملية بالظبط. يا ريت يا باشا أشوفها. ابدأ العرض يا ابني. يا ولاد الكلب، انا هموتكم يا ولاد الكلب. ايه ده يا أشرف؟ ايه ده مش كده؟ اهدى ازاي؟ انا بسببهم دمروا حياتي. أنت متأكد من الكلام ده يا أشرف؟ انا لا يمكن انسى الاشكال دي ابدا. أنت يا ابني اللي ضربت نار على أشرف باشا وهربت المساجين اللي معاه. مش انا يا باشا، انا اول مره اشوفه. عموما احنا هنقارن الطلقه اللي في كتف اشرف باشا وعربيه الترحيلات بالاسلحه اللي معاكم، انما لو طلعتوا انتوا اللي عاملينها بقى اقسم بالله العلي العظيم لو اديكوا ورا الشمس. ده قضيه امن دوله يالا انت وهو. امن دوله ايه يا باشا؟ انا ماليش دعوه بحاجه. عموما لو في حد وزكوا على حاجه زي كده قولوا لنا، ولو اعترفتوا ده في مصلحتكم. اديني بقول لكم اهو. انا ماليش دعوه يا باشا، انا هوجع على كل حاجه. مين اللي قال لك تعمل كده؟ انت واحد اسمه الشنواني يا باشا. شنواني؟ مصيبة يا سعد بيه. خير في ايه؟ البورصة وقعت. وقعت ازاي؟ مش بورصتنا احنا بس، دي البورصات العالمية كلها بسبب أزمة الديون العقارية اللي في أمريكا. واحنا مالنا احنا ومال امريكا؟ مالنا إيه يا سعد بيه؟ ده في بنوك كبيرة فلست وشركات كبيرة هتقفل. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. الواضح كده إن العالم داخل على أزمة اقتصادية صعبة جدا وهتاخد في وشها الكبير قبل الصغير. سعد بيه، في اخبار مش كويسه يا فندم. مش كويسة أكتر من كده؟ المستورد الايطالي بعت فاكس بيلغي فيه الاتفاقيه اللي بيننا وبينهم عشان ضعف السيوله عندهم. يا دي المصيبة. ده غير ان اسهم مصنعنا واسهم كل المصانع في النازل. الوضع في انهيار. المعلم مختار
غريبة. انت اخر واحد كنت اتخيل انه ممكن يزورني. مقبولة مقبولة يا ابن الناس يا متربي. دي ناس غصب عنك. انت اللي ابن كلب، ما طمرش فيك المعروف يا خسيس. لا يا معلم، انت اللي ابتديت بالشر يوم ما طردتني من المدبغة زي الكلب. اديتك فرصة أكتر من مرة، بس أنت حالك مايل وعمرك ما هتتعدل. حال من بعضه يا صديقي. اخرس. أنا أنضف منك ومن 1000 واطي زيك. سبتك تلف حوالين رقبتي بمزاجي، وفي الآخر تطعني بظهري وتخطف أعز إنسانة من قلبي. ما قتلتهاش يا معلم. دي خطة عملوها فيا ولاد الحرام عشان يخلصوا مني. بس يالا اخرس. كذاب وسخ. انت ظالمني يا معلم، وانا اللي قلت المعلم مختار هو الوحيد اللي هيصدقني. أصدقك زي ما صدقتك في فرحة بنت البنود اللي جوزتها لي. فرحة؟ فرحة يا حامل منك مش مني أنا. مين اللي قال التخريف ده؟ ولا بنت اعترفت بكل حاجة. انت العبيطة. أنا اللي عبيط عشان صدقتك وأمنت لتعبان زيك. لازم تتأذي، ولا انت عايز تقعد تأذي في الناس من غير ما يجي يوم وتشرب من نفس الكاس؟ يمين يناولني رقبتك وانا قرقشها. يا عم بقى، انت والاغنياء اللي زيك فاكرين ان انتوا اشتريتوا الفقراء اللي زيي بفلوسكم. كان لازم يجي يوم وتتذل زي ما ذلتني. ولا انت مش من الفقراء، انت من الناس اللي اتعاملوا عشان يتشربوا زي السيجاره واتداس عليهم بالجزمه في الاخر ويموتوا. بس الموت ليك رحمه، انا مش هناولها لك. ناوي تتعدم بدالي ولا تهربني بالسجن؟ هجيب لك اكبر محامي يا رجب عشان يخرجك براءه، عشان تقف قدامي راجل لراجل مع انك مش راجل. هخليك تتمنى الموت، تشتهيه من اللي عمله فيك يا رجب. بس خلي بالك بقى، لا تخرجني وتيجي تقتلني اقتلك. الزيارة انتهت. هتيجي تقتلني هقتلك. كلب. تنظيم ايه؟ والله يا باشا انا ما ليا ذنب، انا كنت مجرد واسطة. واسطة لمين ياض؟ وحياة ولادي اتفضل يا اشرف باشا. انت باشا نواني، انت اللي خططت وهربت مني المساجين. مش انا، والله العظيم ما انا. امال مين يا ابن الكلب؟ امي! لا، اخوه. ولا كلم الباشا عادل يالا. والله العظيم اخوك مختار هو اللي طلب مني كده، وانا نفذت المطلوب بالحرف. مختار انت كويس يا اشرف؟ اخويا لو مش مصدقني اساله، هات واعمل بينا مواجهه. اتخرب بيتي يا اشرف. هو كان لسه ما اتخربش. كل حاجة راحت، كل حاجة راحت من زمان، بس انت اللي ما كنتش داري. كل حاجة كنت حاسبها صح، بس الضربة المرة دي جت مفاجأة وللكل، والأزمة عالمية ومش هينفع معاها ذكاء. ذكاء فلقتني يا اخي بذكائك ده، ويا ريته صح. ده انت اغبى انسان في الدنيا. خرسي. لا مش هخرس، وهتكلم وهفضحك في كل حته. اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. انا طول عمري راجل محترم، وعاري الوحيد ان ارتبطت بواحده فجره زيك. انا اشرف منك ومن 10 زيك، وانت عارف كده كويس، ولا انت هتكذب الكذبه وتصدقها؟ كدبه. المهم ايه اللي مظبوط في محاضر الشرطه، وكتر الف خير ان رضيت اخرجك منها. يا ريتك يا اخي ما خرجتني، كان عندي اهون اتحبس واتفضح ولا انيش اصطبح بوشك. انت للدرجه دي بتكرهيني؟ مش قلت لك غبي؟ اخرس. انا عمري ما كنت غبي. لا غبي، وما عندكش لا اخلاق ولا مبادئ، وكمان قلبك ميت. انت ايه؟ ما عندكش دم؟ مش عايز اسمع صوتك، انا فيا اللي مكفيني. اخرسي بقى. لا مش هخرس،
وهقول للدنيا كلها ان انت مش راجل وما عندكش نخوه. يا حصاله اللي يلبس مراته قضيه شرف عشان يجبرها تعيش معاه يبقى ما عندوش لا كرامه ولا نخوه ولا شرف. انا اشرف منك. انا ما اتلوثتش الا من يوم ما عرفتك. انت السبب في كل البلاوي اللي انا عايش فيها دي. عشانك انت دوست في الوحل ويا ريته بيطمر. انت نقطه سودا في حياتي ولازم اخلص منها، لازم امحيها، لازم اقتلها. هقتلها هقتلها هقتلها. رشا 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 انا ما كانش قصدي. رشا انا كنت هعاقبك شويه بس كنت هرجع اصالحك تاني. رشا 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 قومي كلميني، قومي عشان خاطري. بلاش عشان خاطري، عشان خاطر ابننا. رشا رشا قومي ابننا. رشا الو اسعاف. انا مراتي قطع النفس. اللي حصل لا يا اشرف، ما ينفعش. قرارك ده ممكن يدمر مستقبلك. انا مش عايز انفعالاتك تخليك تعمل حاجات ترجع تندم عليها. خلاص يا مدحت، مبقاش ينفع الكلام. مش معنى ان اخوك اذنب يا اشرف يبقى انت تستقيل. صدقني يا مدحت، خلاص انا بقيتش انفع ظابط وما استحقش الشرف ده. الكلام ده مش مظبوط يا اشرف. انا من رايي تفكر شويه قبل ما تنفذ قرارك. فكرت. قول لي يا مدحت بالظبط، انتوا ناويين تعملوا ايه في القضيه؟ طلع امر بالقبض على مختار اخوك باعتباره المتورط الاول في جريمه تهريب المساجين والتحريض على قتل العساكر، وطبعا هيتم التحقيق معاه. مدحت، انا عايز اطلب منك طلب. أؤمر يا اشرف. انا اللي عايز اطلع مع القوه عشان نروح نجيب مختار. مش عايز حد يدخل بيت العيله، ارجوك يا مدحت. ايوه يا اشرف، بس ده هيبقى صعب عليك قوي. مش مهم. المهم اعرف اخويا عمل كده ليه. عشان ايه بالظبط دمر حياتي؟
قلبي وجعني من كتر اللف والتخبيط. كل ما اتمنى حاجة واحاول اطولها اضيع في دهاليزها، واول ما المسها واحس انها بقت بتاعتي تروح مني. انا ربنا غضبان عليا، ربنا ما بيحبنيش. لا يا حبيبي، بالعكس ربنا بيحبك فابتلاك عشان ما تتجبرش بقوتك على خلقه، بيكسرك عشان تلجأ له. اللي انت فيه ده يا حبيبي خير مش شر. خير. موت سماح، الإنسانة الوحيدة اللي حبيتها من قلبي. سماح يابا، تسمي ده خير؟ كان لازم تتصدم يا حبيبي في أعز الناس عندك عشان تفوق من السكينة اللي سرقاك. وابني اللي طلع مش ابني. بتسمي ده كمان خير يا أما؟ احمد ربنا يا حبيبي، احمد ربنا ان ربنا بعت لك اللي ينورك ويقول لك الحقيقة قبل ما يتولد، وتفرح بشوفته وتديله اسمك. ساعتها بقى جرحك مش هيبقى له دواء. ضربتين كانوا جامدين قوي يا أما، ضربتين كانوا في قلبي. يا عبيد، ده ربنا سبحانه وتعالى مديك فرص كتير عشان تلجأ له وتتوب. أتوب من إيه؟ أنا عملت إيه غلط؟ ده أنا بسمع كلامه. ومالك الحرام؟ بتسميه إيه يا ابني؟ ده ورثي من أبويا، أمانة وسابها لي في رقبتي ولازم أحافظ عليها وأحافظ عليكم عشان ما تتبهدلوش يا ماما. صدقيني يا أمي، والله العظيم أنا عملت كده عشان أحافظ عليكم مش عشاني لوحدي. ربنا قادر يا حبيبي يغنينا بالحلال بدل ما الحرام ما يسمم أيامنا ويخسرنا كل حاجة أكتر من كده. كنت فاكر إن الفلوس هتغنيني ومعاها مش هيبقى فيه مشكلة، بس يا خسارة ما جابتليش غير القلق والتعب في جمعها وحسد الناس وحقدهم عليا وانا بصرفها. ما ريحتنيش زي ما كنت فاكر. في حاجات كتير يا حبيبي ما نقدرش نشتريها بالفلوس، منها البركة وراحة البال. استهدى بالله يا حبيبي وسلم أمرك لربك يسلمك من كل راضي يا رب. سامحيني يا أمي، أبوس إيدك سامحيني. مسامحاك يا حبيبي، مسامحاك مسامحاك. خلاص يا أمي، أنا هخلص من كل المال الحرام اللي عندي، هتبرع بيه للفقراء والمساكين، يمكن ربنا يبعد لعنته عني ويغفر لي. بس انت سامحيني والنبي. مسامحاك يا حبيبي، وإن شاء الله ربنا هيغفر لك. مختار، أشرف تعالي أشرف، أخوك خلاص قرر إن هو يتنازل عن كل ماله الحرام. مهما عمل تفتكري ربنا ممكن يقبل من الشيطان توبة؟ ليه بتقول كده على أخوك؟ ده بدل ما تشجعه على توبته. أخويا اللي بعت ورايا مجرمين عشان يضربوا عليا نار، أخويا اللي حرم ابني من العلاج، أخويا اللي أذاني في شغلي، زودت دراعي وجريت رجلي في الحرام غصب عني. أنت لا يمكن تكون أخويا. في يا أشرف؟ إيه الكلام اللي بيقوله أخوك ده يا مختار؟ رد عليا، الكلام اللي بيقوله أخوك ده مظبوط؟ أنت وزيت الناس المجرمين دول عشان يأذي أخوك في شغله ويموتوه؟ عملت كده عشان مصلحتنا. مصلحتنا إنك تتآمر مع مجرمين على أخوك؟ اللي يقتل ممكن يعمل أي حاجة عشان مصلحته. يقتل؟ كان غصب عني يا أمي، ما كانش قصدي. كمان لوثت إيديك بالدم يا مختار؟ ضحايا كتير وآخرهم مصطفى اللي اتهموه بداله من الظلم انتحر. أنت يا مختار، أنت تعمل كده؟
يلا من سكات لا فرغ السلاح في دماغك. جرى يا اشرف، انت جننت ولا ايه؟ انت بتعمل ايه يا اشرف؟ والساعة من سكتي لازم اقبض عليه. عايز تسجل اخوك بايديك؟ ما تقوليش اخونا وما تفكرنيش بالاخوة. لا افكرك، وان كان غلط في حقك فمن حقه عليك تفتكر له اي معروف عمله معاك. مهما افتكرت مش هقدر انسى انه شدني في الطريق اللي ضيع مراتي وابني. كنت خايف عليكم. افهم بقى يا اخي، كنت خايف عليكم اكتر من خوفي على نفسي. ما كانش في دماغي غير اني امن الثروه اللي هتامن لنا مستقبلنا، حتى لو كنت هودي نفسي في 60 داهيه عشانكم. حاولت ارجعك على اللي في دماغك حتى لو بالقوه، طالما شايفك ماشي غلط. وكده بقى دليته على الصح. كل واحد على قد دماغه بقى. فالظاهر ان في ناس دماغها شر عليها، شكلي واحد منهم. ارجوك يا اشرف اديله فرصه اخيره بحق الاخوه اللي بينا. ما اقدرش، طلع امر بالقبض عليه، واكراما لبيت العيله انا ما خليتهمش يدخلوا معايا. اكراما لبيت العيله؟ هي فين العيله دي؟ العيله راحت وخلاص، خلاص انتهت. عمري راح عشانكم، ضيعت عمري. يا خسارة تربيتي فيكم، يا خسارة شقى عمري عليكم. عوضي عليك يا رب، عوضي عليك يا رب، عوضي عليك يا رب. يعني خلاص هتسجله بايدك؟ ده امر ولازم انفذه. وانا مش هنزل لك كلمه اشرف. انا لا هقاوم ولا ههرب. أنا خلاص تعبت من لف ودوران وعايز اهدى بقى. يمكن السجن يكون لي دواء. انا همشي يا امي، همشي عشان ترتاحوا مني. اتفضل يا اشرف، انا جاهز يا اخويا. اشرف بتعمل ايه؟ انا عليك اخوك تحط الحديد في ايده. يلا يا مختار. مختار، مختار، سامحيني يا امي، سامحوني كلكم. والله كانت نيتي سليمه، بس خانتني الطريقه. معلش بقى، عيل جاهل وغلط. مختار، مختار، مختار. يا ست نورة، جواب لي انا؟ من مين؟ ده من البنك يا ماما. ايه ده؟ في ايه؟ ده كشف حساب باسمي. اكيد المال الحرام اللي اخوك حاطه في حسابنا في البنك، عايز يأمن دنيتنا ويخسرنا اخرتنا. يا نهار ابيض، في ايه يا بنتي؟ وقعت يا قلبي. في 1,000,000 جنيه مسحوبين من حسابي. 1,000,000 جنيه؟ انسحبتيهم؟ ابدا والله يا ماما، ده انا حتى مش حاطاهم في دماغي. امال مين اللي سحبهم؟ يبقى اكيد رؤوف. رؤوف؟ ورؤوف يسحبهم ليه يا فوضى؟ اصل انا يا ماما عملت له توكيل. عملتي له ايه؟ توكيل؟ يا خيبتك القوية. امتى بس يا نديم؟ لسه شويه. لعلم نعمه دي مش سهله، وانا خايف تغدر بيا. والله ما حد مغدور بيه غيري انا. يا خلاص يا حنان بقى يا حنان، قلت لك هقول لها يا ستي على جوازنا، بس مش دلوقتي، امتى؟ في الوقت المناسب. والله انا خايفه بطني تكبر واولد وانت لسه ما قلتلهاش. انا مش فاهم بس انت مستعجله على ايه دلوقتي؟ ما احنا مع بعض اهو، وانت في بيتك ست الستات. وهي في ست قاعده من غير راجل؟ ما انا معاك اهو يا حنان. زي قلتك.
انا برضو زي قلتي يا حنان. ايوه، كل فين وفين لما بشوفك، ولما بتيجي تقعد يا دوب نصايه وتقوم تمشي. هو انا مش لازم امشي اموري بدل ما الدنيا تخرب؟ يا نديم، يا نديم، انا حاسه ان انا مراتك التانيه مش الاولانيه. حاجه عجيبه جدا، ما انت مراتي التانيه فعلا. ازاي؟ مش انت متجوزني قبل نعمه؟ انا مش طلقتك وبعدين اتجوزتها وبعدين رجعت رديتك. ايوه. يبقى انت اللي جايه عليها مش هي. لو كلامك ده مظبوط يبقى انا اللي احق بيك منها. ازاي يعني؟ وهو في راجل يسيب مراته التانيه ويروح يقعد مع الاولانيه؟ امال انت اتجوزت تاني ليه؟ يا بنتي عقلي بقى، عقلي بقى وبطلي جنان. مش معقول كده يا حنان، حتى النصها مش قاعدها. ها، وزي ما قلت لكم هعمل لكم تأمينات واديكم يوميات احسن من اللي بتاخدوها في بيع الفل والمناديل في الشوارع واللف على الرصيف. انت بتتكلمي جد يا سماح؟ ايوه، بس انتوا تبيضوا وشي وما تكسفونيش. وايه المطلوب منا بالظبط؟ هتشتغلوا في مدبغه. مدبغه؟ احنا ايش فهمنا في حاجه زي دي؟ ده احنا اخرنا نقعد نغلس على الزبون ولما يطهر مننا يقوم شاري وكمان بالعافيه. دي اسمها شحاته بغلاسه يا اختي، يعني عجباكي قوي العيشه دي؟ انا يا اختي مش عاجباني ونفسي ربنا يتوب عليا بقى. ان شاء الله التوبه هتكون على ايدي، قولوا امين. امين. بس لازم حد يعلمنا بدل ما نبوظ لك الشغلانه ونخرب لك الدنيا. طبعا، وهي دي تفوتني؟ انا هعمل لكم دوره تدريبيه زي اللي بيعملوها للناس المتعلمين عشان تشربوا الصنعه وتبقوا قدها. والدوره دي بقى هتدينا عليها يوميات ولا هتخليها علينا؟ هحسبها لكم، بس هعتبرها سلفه مني ليكوا عشان تلاقوا لقمتكم. يعني ايه؟ يعني لما تشتغلوا هخصم نسبه بسيطه من يومياتكم لغايه ما تسدوا اللي عليكم. وتخصمي ليه؟ هي ناقصه؟ ده حق ربنا. هو انتوا لسه اشتغلتوا؟ ده انتوا المفروض تدفعوا لي. ندفع لك ليه ان شاء الله؟ لاني هدربكم واعلمكم صنعه تكسبوا منها ده، وكله ببلاش. كام دول؟ $500,000 جنيه. الله عليك يا معلم. دي اول قطفه. ها، لما رمضان بقى يقرب هنكسب اكتر. وايه، فلوس حلال 100 100 يا مخ. الله عليك يا راجل، يا بركه يا بركه. حبيبي. مساء الخير يا اساتذه. الفلوس دي كلها؟ انا يا عم نديم، احنا قاعدين في قهوه ولا ايه؟ خدها يلا يلا، هويها من هنا. مين ده اللي يهوني يا راجل يا مكمكم؟ لا 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 لا، عيب عيب يا نعمه، مختار برضو شريكنا. شريكك انت انما دي معرفش عنها حاجه. مالك يا اخويا بتكلمني من طرف مناخيرك كده ليه؟ زي ما تكون مش مستنضفني. يا ستي مش عايز اعرفك، مش طايق اشوف وشك، هو بالعافيه. يعني هو انا اللي خلاص ميته في دباديبك وعماله بتلزق فيك؟ ايه الفلوس دي يا نديم؟ دي يا حبيبتي مكسبنا في فوانيس رمضان. انتوا خلصتوا العمليه ونجحت؟ وريني. انت مالك انت؟ حاجه غريبه قوي، ما تبصيش في طبق غيرك. الطبق ده يا اخويا شرك، وحرام عليك لما تطفحه لوحدك. ما تقول له حاجه يا نديم. ما انا قايل له، قلت له انك شاركتي في حصتي بالنص. الكلام ده بينكم وبين بعضيكوا. انا ماليش فيه، ولما تبقى يا اخويا تاخد حصتك يبقى اديها نصيبها في البيت. وما خدش نصيبي انا ليه يا اخويا؟ مش حقي. حقك، انت خدتيه تالت ومتلت، ولا ناسيه ال5 مليون؟ وهو انت كنت بتبشش عليا من جيبك ورثي من جوزي الله يرحمه؟ ها، شيلي ايدك النحس دي اوعي. ما تقول له حاجه يا نديم. تعالي تعالي يا نعمه نتفاهم في مكتبي. وما نتفهمش انا ليه؟ هنا ممنوع الاقتراب او التصوير. ليه يا اخويا؟ كانت منطقه عسكريه. طبعا احنا بنحارب عشان اكل عيشنا. اكل عيشنا؟ هتشتري انت بالفلوس دي عيش مش كده؟ ولا هتشتري بيها حشيش؟ الشيخ يخرب بيتك، انت مالك انت؟ اشتري حشيش اطيرها صواريخ، انا حر في فلوسي. ده يا عم نديم ما تشوف جماعتك. من فضلك يا نعمه تعالي بقى عشان افهمك. يا عم تعالي، فين هنسيبه مع الفلوس لوحده؟ ما تقلقيش بس تعالي. يا نديم فلوسي وانا حر فيها. عد يا اخويا عد، عدوا عليك ان شاء الله معددين خرص. تعالي بس تعالي يا نعمه. ولا الله ولا فالك يا بومه. يا خراشي. اهدي اهدي يا نعمه، تعالي اقعدي اقعدي. شوفي يا نعمه، انا عايزك تهدي اللعب شويه مع مختار. الفتره اللي جايه دي تخليكي في بيتك، وحقك هيوصلك لغايه عندك. جرايه يا نديم في ايه؟ ده انت جوزي يا اخويا، يعني المفروض تدافع عني. انت معايا ولا معاه؟ يا ستي انا مش عايز مشاكل، ولا احنا اللي هنقوله نعيده؟ يبقى انا بقى مش من حقك الشركه. من حقك من حقك يا نعمه، محدش قال حاجه، بس مكتب مختار بلاش. اشمعنى؟ لا اله الا الله، الراجل يا ستي مش عايزك في مكتبه. انا حره بقى، انا شريكه في الشركه دي وادخل المكتب اللي يعجبني، وانت لازم تعمل لي مكتب اكبر من مكتبه. تاني يا نعمه، ممكن بقى تقومي تمشي دلوقتي؟ ماشي يا نديم، هقوم اروح، بس هنكمل كلامنا في البيت. ماشي يا حبيبتي. وما تنساش تجيب لي نصيبي من الفلوس اللي عمال يعد لي فيها جوه لوحده ده. يا حبيبتي ما انا كنت هروح احطها لك في البنك. يا سيدي لا، هاتهم لي على البيت، عايزه اتدفى بيهم شويه. بس عليك يا نعمه، تتدفي بيهم برضو؟
ليه يا حبيبي وانا مش كفايه؟ يعني انتوا الاتنين مع بعض يا نديم هتبقوا تجننوا. اذا كان كده ماشي. لو النبي قال لك الكلمه دي ده انا بتصعب منها قوي. اسف يا حبيبتي غصب عني، يعني بحكم العشره بقى. يا خوفي عليك من العشره بالراجل المحششاتي اللي جوه ده. لا يا حبيبتي اوعي تقلقي عليا، اذا كان هو هوائي انا بقى مائي واشرب المحيط. يا عم باشندي. ايوه يا ست سماح. ادي سده من الشغيله الجديد، يلا درب ولو عايز تاني اجيب لك. الله، ايه ماسوره الحريم اللي ضربت دي؟ اللهم صل على النبي. الحريم ده اجدع منك ومن اشكالك. جرى يا ست سماح، الدباغه دي شغله الرجاله. وهم فين الرجاله يا اخويا؟ هو احنا لقيناهم وقلنا لا؟ امال احنا ايه يا ست سماح؟ انتوا على راسي من فوق، لانكم شغالين بايديكم وبتكسبوا من عرق جبينكم، انما انت عايز اعرف شغلتك ايه بالظبط. انا مشرف. مشرف على ايه يا اخويا؟ اذا كنت انت مش فاهم حاجه من الشغل. انا مشرف عليكم كلكم عشان لو حد عمل حاجه غلط اصلح له. تصلح مين؟ تصلح مين وانت كلك غلط؟ بقول لك ايه، يا تقعد هنا بادبك يا توريني عرض كتافك. ست سماح مش كده، عايزه تهزقيني خديني جوه في المكتب هزقيني زي ما انت عايزه، انما ما تهزيش صورتي قدام العمال. صورتك مهزوزه اصلا يا اخويا ومنيله ب60 نيله. هو انت فاكر ان في حد هنا بيحبك؟ فعلا مختار باشا هو اللي بيحبني. يا دي مختار باشا اللي بلانا بيه. وكمان بتغلطي في الباشا الكبير. انت مالك انت؟ هو جوز انا ولا جوزك انت؟ عموما هتوصل. خوفتني يا خش في قلبي، خش على تخاف ما تختشيش. يلا امشي من هنا. ماشي يا ست سماح. جاك مشش في ركبك يا بعيد. جدع يا سماح يا بنتي. عجبتك؟ ده انت كده. بقول لكم ايه، من النهارده كل واحد يلزم حدوده، واللي هيلعب بديله هقطعهوله. يا خساره، كان ممكن احلب منك اكتر من كده، بس يلا نصيب. ايه رايك في الباروكه الحلوه دي والبدله الجديده دي؟ انا عملت منها كل الالوان حتى الفوشيا. حلوه. وانا ايه رايك؟ ايه رايك في النيو بوك كده؟ نيو بوك اسمه نيو لوك يا جهله. سلام يا اخويا، انت هتتمنظر علينا يعني عشان جبت عربيه؟ ايه ده؟ انت جبت عربيه؟ بالتقسيط دفعت 15,000 والباقي بالتقسيط. وانت عمال تخمس في وشي كده ليه؟ هو انا هحسدك؟ ما يحسد المال الا اصحابه. مال ايه وانت متدهول بديون قد كده؟ صحيح، تعالى هنا قول لي، انت هتسدد لسعد ولا هتسدد للعربيه؟ الاتنين، اصل الكافيتيريا ماشيه كويس، قصدي يعني ماشيه معقول نص نص يعني كده. وانا الكوافير بتاعي بيجيب لي فلوس قد كده، هشتري عربيه انا كمان زي ابوك. وانت بتعرفي تسوقي اصلا؟ يعني ابوك هو اللي بيعرف يسوق. انا قلت انه اتعلم. ده لسه جايبها امبارح. امال انتوا جيتوا ازاي؟ جينا في تاكسي العاصمه مكيف ب 80 جنيه، ايدك عليهم. ايدي عليهم ايه؟ امال جايبين العربيه ليه؟ ولا هي مصاريف على الفاضي؟ بكره اخش مدرسه القياده واتعلم السواقه واجيلك بيها سايق لما اخد الشهاده كده. هلا قولي لي يا رشا، مالك يا حبيبتي شكلك مش مبسوط ليه؟ سعد تعبني وبخله قوي. بخله؟ كل العز اللي انت عايشه فيه وتقولي بخله؟ ده بيحاسبني على الفستان جبته منين وبكام؟ لا ملوش حق. يعني كام فستان جبتيهم؟ وغير كده بقى عايزني طول اليوم اقعد في البيت ما اخرجش منه ابدا. ما انت مسكينه ما بتخرجيش ابدا، ما احنا عارفينك، انت هتقولي لنا عليكي. يا بابا زهقانه وعندي ملل هيموتني. انا بقى عندي ليكي حل ملوش حل. الحقيني بيه والنبي. تخلفي له حته عيل. عيل ايه يا ماما؟ بلاش هزار. لا امك عندها حق، انتوا بقى لكم شغل متجوزين لازم يكون في عيل. انسوا الكلام في الموضوع ده خالص. ننسى؟ لما ننسى ده هنفتكر ايه؟ ممكن اعرف سبب رفضك ايه؟ انا عايزه اخرج والبس واعيش حياتي واشوف الدنيا من غير بقى ما حمل يبوظ جسمي ويمنعني من متع الحياه اللي انا عايزه اعيشها. صدقيني يا رشا يا حبيبتي، لو جبتي له حته عيل هتعيشي في عزه وتتسلي وهو عايش وبعد ما يموت كمان. ايه يا ماما الكلام الغريب اللي انت بتقوليه ده؟ بعد الشر مش للدرجات دي. امك عندها حق، دي فرصه
لازم تمسكي فيها بايديك واسنانك. وانت فارق معاك ايه؟ ما انت لا هتحمل ولا هتخلف. تصدقي بايه؟ انا لو منك كنت حملت منه من اول يوم وجبت له كل سنه عيل لحد ما اتولد. ملوكة ملوكتي يا ملوكتي بالزاف ملوكة راحت فين دي؟ لمت هدومها؟ ده انا هطين عيشتك وعيدك سودا يا مليكة. انت ازاي يا استاذ تسحب من حساب بنتي اللي في البنك من غير ما تعرفها؟ اولا دي مراتي، يعني فلوسها فلوسي بالظبط. ثانيا بقى هي عامله لي توكيل. يعني انت فعلا سحبت فلوس؟ ايوه سحبت فلوس، وانا هكدب ليه يعني؟ بس انت كدبت عليا، فهمتني انك هترهن الشقه، عشان كده انا عملت لك توكيل عام. اعمل لك ايه يعني؟ ما انت لا كنت عايزه تقتنعي ولا تفتحي مخك. تقتنع؟ تقتنع بايه؟ يا استاذ الجامعه يا مربي الاجيال، انت تعمل كده؟ حياتك يا طنط بقى ما تفكرنيش بالتاريخ الاسود ده. يا شيخ اسود على دماغك، اخصى عليك، انا لو كنت اعرف كده ما كنتش جوزتك بنتي. هو انا عملت ايه لكل ده؟ الفلوس دي انا استلفتها عشان ابدا بيها المشروع بتاعي. اول ما المشروع بتاعي يجيب فلوس هبقى ارجعه. هو انا يعني هاكل حق مراتي وامتني؟ وابنك اللي جاي هتاكله مال حرام؟ وايه الحرام في كده؟ الفلوس دي انا استلفتها منها وهتعب واشتغل عشان اردهم. فين بقى الحرام ده؟ بس انت عارف ومتاكد ان اصل الفلوس دي جايه من طريق مش حلال. وانا مالي؟ افرضي دلوقتي ان انا مصاحب واحد حرام والحرامي ده قرر يسلفني فلوس وانا مزنوق، يبقى الفلوس اللي خدتها منه دي حرام؟ دي فلوسه هو وهو اللي مديها لي. ايوه اديك انت اللي قلت اهو، هو اللي اداها لك من غير ما تتحايل عليه. انت بقى عملت مع بنتي غير كده خالص، قعدت تلف وتدور لغايه ما خدت مرادك. ماشي يا طنط، هنبقى نكمل كلامنا في الموضوع ده بعدين. يلا نور عشان نروح بيتنا. طلقني. انت اتجننتي؟ تبقى مجنونه لو قعدت معاك ثانيه واحده. يا حاجه خليكي محضر خير. انت غشتني وخدعتني. ازاي عايزني اعيش معاك بعد كل اللي عملته؟ يا نور الغلط مردود، وقلت لك فلوسك هرجعها لك مش هاكلها عليكي. انت ازاي عايزه تصدقك بعد ما ضحكت عليها وخدت كل فلوسها؟ يا حماتي ارجوكي ما تشعللهاش. انت اللي شعللتها وعايز تحط ايدك في النار وتحطنا معاك. نورة تعالي يا حبيبتي نروح نكمل خناقتنا في بيتنا واحنا بابنا مقفول علينا. فتحت باب مش هيتقفل ابدا، ولا فاكرها خناقه وهتروح لحالها. انا لا يمكن اروح معاك عشان تاكلني من حرام. تاني هتقولي حرام؟ تاني وتالت والف. بص يا رؤوف، انا حبيتك ورضيت اتجوزك عشان حسيت انك انسان محترم هتصوني وتحطني في عينيك، لكن للاسف طلعت عكس الصوره اللي رسمتها لك. صدمتني فيك. مش انت بس اللي اتصدمتي فيا، انا كمان اتصدمت في نفسي. خلاص يا ابني، طالما انت اصطدمت في نفسك وحاسس بغلطتك، رجع الفلوس دي وتوب الى ربنا سبحانه وتعالى بدل ما تصب لعنه الفلوس. مفيش فلوس هترجع. انا ما صدقت بقى معايا راس مال عشان ابدا مشروعي. انا عشت محروم من الحلم ده ومسجون في الروتين بتاع التدريس. اكتشفت اخيرا ان ضيعت عمري كله في شويه نظريات على ورق. ما دخلتش الحياه العمليه عشان اللي معاهم راس مال مش محترفين بافكاري، غير بقى شويه العيال اللي دربتهم وعلمتهم لحد ما بقوا من اكبر رجال الاعمال، واخرتها يجيبوني اشتغل عندهم بشويه ملاليم. هي دي صدمتي الحقيقيه يا نور، عشان كده انا لازم اتغير. حتى لو هتسرق حق مش حقك. اسرق حق وابقى قوي بدل ما افضل ضعيف وما اخدش حقي. خسارة كل لحظة حبيتك فيها. استني يا نور، رايحة فين؟ استنى انت. اخس عليك. معقولة الفلوس تغير النفوس بالشكل ده؟ ما تلوميش عليا يا حاجة، لومي على الزمن اللي خلانا نخرج من جلدنا ونبقى ناس غيرنا، وكل ده عشان نعرف نعيش. كلكوا زي بعض. انتوا ايه؟ عايزين تبقوا اغنياء من الهوا؟ مدين ودانكوا لشياطينكوا؟ مش راضيين بعيشتكوا؟ ده ربنا قسم لكم حاجات كتير قوي انتوا مش راضيين بيها. ممنوع الدخول. ممنوع ده ايه؟ هو علق محل ده انا شاريه بفلوسي. انت مين؟ انا جوز الست اللي مشغلاكوا. ست مين يا جدع انت؟ الست صاحبة المحل. المحل اتباع واصحابه رجاله مش ستات. رجاله؟ ايوه رجاله يا امخخ مخ في الامخاخ كلها. يا خساره يا مختار، طلعنا امخخ منك.
مش فاهم حاجه. ولا عمرك هتفهم يا ضغف. ضغف؟ انت من امتى يا واد بتكلمني بالطريقه دي؟ ياض لا لا لا، الكلام ده كان زمان، دلوقتي الروس اتساوت، وزي ما انت عندك في البنك فلوس بالملايين، احنا كمان بقينا اصحاب محل يساوي ملايين. هو انتوا اللي اشتريتوا؟ ايوه. عندك مانع؟ البنت مليكه دي بانها تهفت في نافوخها. ليه بقى ان شاء الله؟ ازاي يا كبير انا مكحيانه ومفلسه زيكم؟ ومين قال لك ان احنا ما دفعناهاش فلوس؟ هو انتوا حلتكوا حاجه؟ يا راجل انت اشتريته لينا. انا شاريه المليكه. يا عم الضغوف، مليكه دي فيلم عملناه عليك عشان نقلبك. فيلم؟ يعني ايه؟ يعني بنت جبناها وزقناها عليك عشان يخرج لنا من وراك قرشين. نعمل لك ايه بقى؟ ما انت ما بتجيش الا بصنف الحريم يا نمس. يعني انتوا اكلتوني انا البلوزه؟ ده انت اكلت البلوزه وصوابع الزينب ولاحظت الطبق كله كمان. ده انا هفرقكم. ويلا ومليكه دي انا هسجنها، ده انا مكتبها شيك ب 3 مليون جنيه. اوعى الشيك اتاخد من خزنتك واتقطع. ومليكه كمان خلاص سافرت، لو عايز حقك منها خده. وانا انصحك نصيحه من اخ الاخت، يعني ارفع عليها قضيه في محكمه العدل الدوليه. الدوليه اللي يسمع كلامنا. حرفوا عليا يا صيع يا جربانين. انا هبكيكوا بدل الدموع دم. لا تصدق دم خفيف. موت موت موت. لا حاسب يا مختار، احنا عندنا رجاله مش زي زمان ويعرفوا يرموك بره كمان. وعلا ماشي، قسما بالله انا حقي ما يموت. موت يا حمار. مالك يا مختار؟ مخنوق شويه. ألف بعد الشر عليك يا اخويا. من ايه؟ حاسس اني اتضربت على قفايا يا سماح. لا عاش ولا كان اللي يضربك على قفاك يا اخويا. اهو عاش وكان وبيتمتع بفلوسي دلوقتي. هو ايه اللي حصل؟ الناس كنت فاكرهم صحابي، لما طلعوا تعابين بتتلوى في الضلمه. هبشوا مني 3 مليون جنيه بلعبه واطيه. يا لهوي، عملوا ايه؟ مش مهم بقى يا سماح عملوا ايه، المهم ان هم عملوا. بس انا مش هسكت، انا هرد لهم العالم عالمين ان شاء الله سيح فيها دم. بلاش يا اخويا، ده العند بيولد الكفر. امال عايزين اعمل ايه يا سماح؟ افضل قاعد ساكت واندب حظي زي الولايه؟ ارفع عليهم قضيه يا اخويا. قضيه ايه يا سماح؟ قضيه ايه؟ بقول لك ضحكوا عليا، استغفلوني، معيش حاجه تثبت حقي. خلاص استعوض ربنا، ما انت عندك كتير. هو لب ده هم 20 مليون حيله، راح منهم 5 لحد دلوقتي. لا حول ولا قوه الا بالله. ده مال حرام ده ولا ايه؟ 5 مليون؟ 5 مليون يا مختار؟ في ايه؟ ده انت ما جبتلناش حتى بيت يتوينا. مش فتحت شركه ونجدت نفسي غير اللي هبشوه ولاد المكرمشه؟ يا ناري، عايزين لهم ترتيب من مخ ديب. بلاش يا مختار عشان خاطري، ما تستعديش حتى عليك. الله يخليك، مش عايزه افقدك، ده انا ماليش غيرك. تحبيني قوي كده يا سماح؟ ياه، ده انت راجلي وحلم عمري اللي ما كنتش اعرف احلمه ولا اعرف احققه. مش للدرجات يعني يا سماح، انا برضه فيا عيوب كتير. كلنا مشكلين يا حبيبي، بس المهم في الاخر خيرنا يغلب شرنا. انت الوحيده اللي برتاح عندك يا سماح، بتفهميني من قبل ما اتكلم، ولو اتكلمت بتسمعي كلامي لو على رقبتك، لانك الوحيده اللي بتخافي على زعلي. زعلك غالي عندي قوي يا سي مختار. انت اللي غالي عندي قوي يا سماح، قوي. بحس كاني بتولد من جديد في حضنك. ربنا يخليكي ليا يا ست البنات، ويديمك عليا وما يحرمناش من بعض ابدا. قول امين. امين يا رب. حقك عليا يا سماح. من ايه بس يا سي مختار؟ يعني حاسس اني قصرت معاكي شويه،
كانت السكينه سرقاني، انما الحمد لله فقت منها خلاص. يعني خلاص مفيش سهر لوش الفجر تاني؟ مفيش. ياه، ده احلى خبر سمعته في حياتي. يا ريتهم صحابك كانوا خانوك من زمان. تتمني لي الخساره؟ عشان فوقتك وخلتك تفكر تكسب في اللي جاي. وعلى رأي المثل، الضربة اللي متموتش تقوي. صح يا سماح، الواحد لازم يركز في شغله بالمعقول عشان يراعي اهل بيته. اهو ده الكلام المظبوط. يلا قوم نصلي الفجر يا جماعة عشان ربنا يوفقنا. يلا. شغل تمام التمام يا معلمة. يعني عجبك الخدمة والتقفيل يا معلم غلاب؟ تمام التمام. المهم ان الدفعة وصلت وفي المواعيد. طبعا احنا مواعيدنا سيف على رقبتنا ولا يمكن نرجع فيها ابدا. بالشكل ده مدبغة ليل رجعت زي زمان. بقول ايه، ادي مبلغ بتاع الدفعة الاولانية، ان شاء الله اجي الاسبوع الجاي اخد الدفعة التانية باذنك يا معلمة. ان شاء الله هتلاقي طلبية جاهزة. اذنك معاك يا سيد المعلمين. والله دي انت اللي ست المعلمين. الحمد لله يا عم بشندي، ربنا سترها معانا، وكل ده بفضل مساعدتك ليا وتدريبك للبنات في اسرع وقت. كله بفضل مجهودك ونشاطك وحسن نقاوتك للبنات. بجد؟ يعني عجبوك؟ طبعا، دول اتعلموا الصنعة أسرع بكتير من الرجالة. ترى ايه يا عم باشندي؟ شكلك كده لفيت على واحدة منهم وكانت بعقلك حلاوة يا راجل يا عجوز. ليه؟ هو أنا عيني زيغة وهجاز زيك؟ ايه يا عم انت متنحرر على ايه؟ ده انا بظبطك، عايز اقول ان انت فيك الرمق. هو انت ايه؟ ما بتهمتش؟ ترى يا ست سماح، وانا عملت لك حاجة ولا انت بتكككي لي؟ انت بتزعل عم بشندي، وانا اللي يزعل عم بشندي يبقى بيدوس لي على طرف، واللي يدوس لي على طرف انزل الشبشب ده واديه بيه على دماغه. الله 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 الله، هي حصلت لي الشبشب كمان؟ ايوه، ولو هتزود في الكلام هخليه يعلم على قفاك. ماشي يا ست سماح، بس انا مش هرد عليكي، ليكي راجل يترد عليه. على مفخلك اركبه، بس اوعى تقع من عليه. في حد في الدنيا يعمل لحد توكيل عام وكمان بنوك؟ جوزي بقى وكنت واثقة فيه. للأسف مبقاش في أي حد في الدنيا دلوقتي يستاهل الثقة دي أبدا يا مدام نورة. المهم هنعمل ايه؟ من بكرة إن شاء الله أنا هلغي التوكيل اللي أنت كنت عامله له وهمشي في إجراءات دعوة الطلاق. وافرض رفض يطلق؟ يبقى مفيش قدامك غير إنك أنت تخلعي نفسك. والطفل اللي في بطني؟ الطفل اللي في بطنك ده من حقك إنك أنت تحتفظي بيه لحد ما يبقى عنده 13 سنة، وبعد كده من حق أبوه ياخده ويعيش معاه. لا يا متر أرجوك، أنا ما أقدرش أبعد عن ابني أبدا. دي بقى ليها حلول تانية، مش وقتها دلوقتي خالص يا مدام نورة. المهم دلوقتي إحنا بنتمم الانفصال وبعدين نبقى نتكلم في أي حاجة تانية. طب المليون جنيه هنخليه يرجعهم إزاي؟ يرجعهم؟ اللي راح ما بيرجعش يا مدام نورة، خلاص مش هنقدر ابدا نطالبه بيهم دلوقتي. يعني مفيش اي وسيله نضغط بيها عليه تخليه يرجع الفلوس؟ للاسف لا، موقف القانون سليم، ده وكيلك من حقه السحب والايداع في اي وقت. صباح الخير يا ست الكل. قول مساء الخير، دي العيشه قربت جدا. يا سماح لسه ما رجعتش. هو انت عايش معانا هنا في البيت؟ ليه، ايه اللي حصل؟ سماح قدامها ساعتين على ما تيجي. ده انا في عز زنقه الشغل كنت بقفل بعد المغرب. اسال البلطجي اللي انت مقعده درج عليها في الرايحه وفي الجايه. قصدك مين؟ رجب. هو حضرتك كمان سمعتي عنه؟ ده الواد رجب بقى مشهور بقى وانا مش داري. ما هو بدل ما تمدلنا ايديك وتساعدنا سايبنا غرقانين. ليه يا ماما بتقولي كده؟ ده انا نيتي سليمه قوي. لو نيتك سليمه صحيح ما كنتش بعدت عننا واشتريت دماغك. وانا برضو لو اشتريت دماغي كنت هسيب مراتي تنزل الشغل. انا امك يا مختار، امك اللي مربياك وفاهماك وعارفاك كويس قوي. انت قلت اضرب عصفورين بحجر، من ناحيه تسد خانه الشغل بسماح، والناحيه التانيه انها تبطل زن على ودانك، مش كده برضه ولا ايه؟ بسم الله ما شاء الله. ايه يا حاجه ده؟ ايه ده؟ انت فاهمان اكتر من نفسي. طب الحمد لله بقى انك فهمت ان انا فاهماك كويس قوي. عشان كده يا مختار مش هترتاح الا لما تشتغل في مدبغه ابوك. تاني يا ماما، احنا مش كنا خلصنا بقى من السيره دي؟ يا ابني انا خايفه عليك. ما تخافيش يا حبيبتي ما تخافيش، انا بعون الله هبقى من اكبر المستوردين. هتخسر يا مختار. فلا الله ولا فالك. ليه بس يا حاجه النبر ده؟ ده مش نبر ولا حاجه يا حبيبي، دي نتيجه طبيعيه للمال الحرام اللي انت بتتاجر فيه. طب ايه رايك بقى ان انا لسه كسبان نص مليون جنيه ومنتظر يجيلي 3 مليون اخر الشهر؟ اسمع كلام يا حبيبي، المدبغه مالها حلال والحمد لله، وربنا سبحانه وتعالى بيبارك في الحلال حتى لو قليل. ماشي يا حاج، حاضر حاضر، هسمع كلامك وافضي جزء من وقتي للمدبغه عشان ارضيكي وهو نشيل عن سماح شويه برضو. انت كده راجل شهم بصحيح. امال قبل كده كنت ايه؟
عيل ما بتسمعش الكلام. الله يسامحك يا حاج. بقول لك ايه، مش تتلفت لنفسك بقى وتخلف لنا حته عيل. عيل؟ ايوه، يعني مش معقول كده. انت وسماح دخلتوا على السنه، عايزين حته عيل يملى علينا البيت. يعني حضرتك خلاص ما بقيتيش شايله من سماح خالص؟ انا اشيل منها؟ ده انا لو اطول اشيلها جوه عينيا كنت شلتها. مش عايزه اقول لك يا مختار، البت دي طيبه وحنينه قد ايه واخلاقها عاليه. بصراحه بقى خساره فيك. عشان تعرفي اني طيب. يا سلام، بأمارة ايه؟ بأمارة ما ربنا قال الطيبون للطيبات، وانت لسه قايله انها طيبه. ابقى انا طيب. طيب يا اخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا اهلا. سلمي على عمو مختار وتيتا كوثر. ايه القمر ده؟ بسم الله ما شاء الله. سلمي على تيتا، سلمي. يا حبيبتي. ازيك يا اشرف؟ ازيك يا مختار، عامل ايه؟ اشرف ابني حكالي عنك كتير قوي. ازيك يا حلو؟ كويسة يا تيتا كوثر. قولي الحمد لله عشان ربنا يبارك فيك ويحفظك. الحمد لله. يا حبيبتي. تعالي يا حبيبتي اقعدي. بسم الله ما شاء الله. يا ابو اشرف، مين الكتكوته؟ دي بنت واحدة معرفة كده، مامتها بتعمل عملية فقلت اجيبها هنا تقعد يومين. لا الف سلامه على مامتها، وربنا يقدرك على فعل الخير. انت بتتريق؟ هو انا قلت حاجه؟ انت ليه واخد موقف ضدي؟ ده انا بدعي لك. يا رب يا رب يا مختار، دعوة واحد زيك تبقى مستجابة. وليه لا؟ هو انا ابو لهب؟ ده انا مسلم وموحد بالله. مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي. ازيك يا نور؟ اتأخرتي كده ليه؟ يا نور، ليه يا حبيبتي تخرجي لوحدك وانت حامل كده؟ طمنينا، الدكتور قال لك ايه؟ واد ولا بنت؟ انا ما كنتش عند الدكتور، امال كنت فين؟ كنت عند المحامي. ما انتوا بقى لو معانا وحاسين بينا كنتوا عرفتوا. عرفنا ايه؟ نورة هتتطلق. ايه؟ تطلقي ليه؟ مساء الخير يا حبيبي. مساء النور. ايه مالك مش عوايدك يعني قاعده في البيت؟ مفيش، تعبانه شويه كده من الصبح وما قدرتش انزل. الف سلامه عليك. الله يسلمك. بصحيح عبد الله بواب الشقه القديمه ساب لك ال 5000 جنيه دول. طب كويس. فلوس ايه دي يا سعد؟ دي فلوس ايجار الشقه القديمه، ما هنش عليا اسيبها مقفوله ففرشتها كده اي كلام وبأجرها مفروش. طب وليه؟ ما كنت بعتها واستفدت بتمنها احسن. وانا ناقص فلوس؟ لا خليها موجوده كده احسن، اهو تدخل لي دخل شهري يعوض اللي انا صرفته عليها شويه. انت حر. ايه مالك يا حبيبتي؟ مغص من الصبح فظيع وحاسه اني عايزه ارجع. طب اخبار الدوخه ايه؟ عماله تروح وتيجي. السلام عليكي، الله ينور عليك يا حبيبتي. بقول لك تعبانه. ما هو واضح كده يا حبيبتي ان البيبي بدأ ينبت. بيبي؟ ما هو كل اللي انت بتقوليه ده اعراض حمل. ايه يا سعد التخاريف دي يا سعد؟ حمل ايه؟ تخريف ايه بس يا حبيبتي؟ انت ما بتشوفيش افلام عربي ولا ايه؟ دايما اللي بيشتكوا من الحاجات دي بيطلعوا حوامل في الاخر. يا ما انت كريم يا رب. اخيرا هبقى اب. قومي قومي. ايه في ايه؟ قومي بس اطلعي فوق ريحي شويه. ايه يا سعد اقوم فين؟ ما تعمليش اي حاجه يا سعد. على الاقل من مهلك. في ايه يا سعد؟ على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك يا بط، على مهلك. ابن الحرام. صحيح اللي تحسبه موسى يطلع فرعون. معقول يا رؤوف يعمل كده من ورانا؟ بس لما اشوفه اني وريته. لو سمحتوا مش عايزه حد يتدخل في الموضوع. يعني ايه ما حدش يتدخل في الموضوع؟ هو انت ما وراكيش رجاله؟ ده لازم يتربى. ما تنسوش اني حامل منه، ومهما حصل ده يبقى ابو ابني اللي جاي. نورة حبيبتي، هو انت عايزه ترجعي له؟ لا طبعا، بس ايه؟ عايزه ننفصل بهدوء ومن غير مشاكل عشان ابني اللي جاي ما يتأثرش. كده كده ابنك هيفضل في حضانتك مهما حصل. لحد امتى؟ لحد ما يبلغ السن القانوني 13 سنة. وبعد كده من حقه انه ياخده، مش كده؟ ايوه يا نورة، القانون بيقول كده. بس انا مش هتنازل عن ابني، فاهمين؟ مش هتنازل عن ابني ابدا. طب اهدي يا حبيبتي. انا من رأيي نتفاهم معاه رؤوف ونحل الموضوع ودي. بالراحه يا حبيبتي، ده كلام سابق لاوانه. احنا فين وسن ال 13 ده فين؟ لا يا مختار ما ينفعش، لازم كل شيء يبقى واضح ومعروف من دلوقتي، لازم نقطع عرق ونسيح دمه. يبقى نسيح دم رؤوف اسهل. يا اخي بطل التهور والعصبيه بتاعتك دي. ده واد حرامي، ده سارق مننا مليون جنيه. يا سيدي ياخدهم يشبع بيهم، مش عايزينهم، انما نرد على الغلط بغلط اهو ده اللي مش ممكن ابدا. ما تقلقيش يا ماما، احنا هنتصرف في الموضوع ده، هنقعد مع رؤوف ونلاقي حل ان شاء الله. لا يا باشا،
الست سماح بتغلط فيا وبتهزقني. لا تغلط فيك ولا حتى تهزقك. انت ايه هتعمل لي فيها كرامه ولا ايه؟ انا فعلا ما عنديش كرامه يا باشا، بس ده في المداري قدام الناس اللي بحبهم، انما اتهزق قدام الناس. ناس مين؟ دول شويه جرات زيك بالظبط، يعني دود المش منه فيه. لا يا باشا، انا حزيت ونفسيتي تعبت على الاخر. حزيت؟ لا الف سلامه. ونفسيتك تعبت؟ يا سلام يا رجب. خد دول يا رجب. ايه دول يا باشا؟ دول عشان نفسيتك التعبانه. وخد دول كمان يا رجب. ايه ده كله يا باشا؟ دول بقى بدل تهزيق قدام الناس. هو ده الكلام يا باشا، كده التهزيق يجيب همه. المهم انت عيني هناك، انت عيني في المدبغه، وانا خلاص خلصت امور الشركه وهفضلكم. انت تأمرني يا باشا، عليا النعمه، انت لو طلبت عيل من عيالي هذبحه لك وقتي. يا دكتور، ايه الاخبار؟ طمني. هو دور برد مش اكتر. يعني حامل وعندها دور برد؟ ماشي يا سعد بيه، هي عندها برد بس مش حامل. مش حامل يعني ايه؟ امال الاعراض اللي عندها دي كلها تطلع ايه؟ جرى ايه يا سعد؟ ما قالك عندها دور برد؟ ما خلاص. خلاص ايه؟ يا دكتور ده احنا متجوزين بقالنا اكتر من شهرين ومفيش اي حاجه حصلت. ده شيء عادي. عادي ازاي يعني يا دكتور؟ هو احنا مش زي بقيه مخاليق ربنا من حقنا نخلف ونفرح؟ وارد ان ما يحصلش حمل في اول فتره في الجواز. وايه السبب بقى؟ من غير سبب. عموما احنا ما بنقلقش او ندور على الاسباب الا بعد مرور سنه. يا نهار ابيض، سنه؟ ما تقلقش يا سعد بيه، محدش عارف، يمكن تقولوا الاسبوع الجاي وابشركم مولود جاي في السكه. اسمع من بقك ربنا يا شيخ. وبعدين يا نديم، المكسب بالطريقه دي مش قد كده. دي قسمة العدل يا مختار. انت ليك 250,000 في العربون، وانا ونعمة هنقسم ال 250 التانيين. لما يجوا ال3 مليون هتاخد نصهم واحنا لينا الباقي. بس انا كده هبقى كسبان مليون بس. احمد ربنا، دي عملية صغيرة. ايوه بس خدت مننا مجهود كبير قوي. وبعدين انا عايز مكسب اكبر، انا خارج من خساره كبيره وعايز اعوض. خسارة ايه؟ اهي خساره بقى وخلاص. المهم مكسب الالوفات ده ما ينفعنيش، انا عايز حاجه بملايين. عندي. طب ما تلحقني بيها. سيبني بس احسبها كده واقلبها في دماغي وهقول لك في الوقت المناسب. اهم حاجه تكون حلال. احنا من امتى بنتاجر في الحرام يا مختار؟ انت نسيت يا نديم. لا، باين عليك انت اللي نسيت. احنا قربنا دواء كحة مش مخدرات، مش كده؟ مش ده كلامك؟ ساعات كده ضميري بيأنبني، مننا بعناية يعني في السوق السودا. سودا بيضة بقى، احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ ما احنا كنا متنيلين عارفين انه هيتباع عند بتوع المخدرات. في ايه يا مختار؟ انا اول مرة اشوفك مهزوز كده. اختي بتتطلق وبقول لي يمكن ربنا بيعاقبني فيها. يعاقبك انت؟ انت مالك؟ الحكاية دي اسمها نصيب. ايوه بس ضميري ساعات بيوجعني. انت ايه ضميرك ما بيوجعكش؟ لما كان بيوجعني كنت باخد له اسبرينة، لما وجعني قوي بقى استأصلته خالص. ما تقلقيش يا علي، هيدفع في عينيا الاتنين. يا علي ما انا هشوفها تاني ولا لا؟ يا ستي ان شاء الله هتشوفيها وهتقومي بالسلامة والعملية هتنجح. يا ده حلم بعيد قوي. تفاءلوا بالخير تجدوه، مش ده برضو اللي انت بتقوليه؟ في حاجات الواحد بيقولها لكن لما يجي يتحط في الموقف ما بيبقاش عارف يصدقها. يبقى خلاص سيبيها على الله وهو فوق الكل. نعم بالله. يلا يا دكتور عشان نجهزك للعمليه. خلاص مفيش وقت. احنا بلبسك وتنزلي اوضه العمليات على طول. بالتوفيق يا علي، ربنا معاكي. لو مت وصيتي تخلي بالك من حياة ملهاش حد غيرك، وحياة ابنك اللي بتترجى له الشفاء ما تتخلى عنها ابدا. طمني يا علي، ما تقلقيش، هتقومي بالسلامة. حياة ملهاش حد غيرك يا اشرف. وصيتي حياتي يا اشرف، عشان خاطري ما تتخلاش عنها. حاضر يا علي، حاضر، ما تقلقيش. ما تتخلاش عنها. مالك يا سعد؟ مهموم ليه يا حبيبي؟ تفتكر يا انا ممكن اكون ما بخلفش؟ ليه يا حبيبي بتقول كده؟ ما هي رشا مش حامل لغايه دلوقتي. عادي، هو انتوا فاكرين نفسكم ارانب؟ ممكن يتاخر الحمل بدون اي مشاكل. وبعدين انا مش قلت لك يا سعد يعني ممكن تتاخر سنه ولا 2 لغايه ما تعشوا بعض كويس وتعرفوا بعض. من غير ما تقولي.
وده اللي حاصل. بركه انه كده يا اخويا. ده كلام يا امي؟ يعني انت عايزاني اعيش في الدنيا دي من غير عيل افرح بيه ويشيل اسمي؟ انا قلت كده يا حبيبي، انا بقول يعني تتروى شويه عشان لما تيجي تزرع زرعه تطلع زرعه صح، بدل ما تزرع في ارض بور تجيب طرح مخوخ. يعني انت شايفاني في الحاله دي وقاعده عماله تقولي لي بور ومخوخ؟ انا ناقص تخويخ؟ انا امال اقول لك ايه بس؟ طب بقول لك ايه، بدل ما انت زعلان قوي كده يا حبيبي روح حلل، شوف نفسك واطمئن عليها. ما انا هحلل، انا لازم احلل. ده من باب الاطمئنان بس يعني. تيتا كوثر، هو بابا اشرف هيجي امتى؟ هو كلمني يا حبيبتي وقال ان هو على وصول. بابا اشرف مين؟ اشرف اخوك. هو مش اشرف عنده ولد ولا انا بيتهيألي ولا يكونش اتجوز تاني وخلف دي امتى ولا ايه؟ فلا الله ولا فلك يا شيخ، دي بنت واحده معرفته وجايه تقعد عندنا يومين. ايوه قولي لي كده، انا اتلخبطت لخبطه غريبه. تعالي ايه القمر ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. قولي لي بقى انت اسمك ايه؟ اسمي حياة، وانت؟ انا اسمي سعد. تاخد بونبون يا سعد؟ حبيبتي. وتقولي لي ما خلفش يا امي، حرام عليك. ربنا يقدم لك اللي فيه الصالح يا ابني. بصي بقى، انا هاكل الكيس ده كله وانت تاخدي واحده بس عشان مش كويس عشانك. لا ده بتاعي. لا ده بتاع انا ده. لا بتاعي. بلاش غلاسه بقى، ده بتاعي. تسلمي لي يا ام وليد، كتر خيرك انك جيتي تساعديني. ده واجب عليا يا استحنان، ده انت من ريحه الحبايب. الا قولي لي يا ام وليد، جدالة جوزك عامل ايه معاكي؟ دي من ساعه سنديم جوزك الله يكرمه ما جابوا في الحكايه اياها وقبضوا 5000 جنيه واحنا متبشبشين على الاخر. حكايه ايه؟ لو انت ما تعرفيش. لا ما اعرفش. مش سنديم جاب جدل عشان يمثل دور. يمثل دور فين؟ في الحقيقه. على مين؟ على واحده ست اسمها نعمه. نعمه؟ عملوا عليها فيلم وفهموها ان جدله موظف في الشهر العقاري واسم الله عليه سنديم باعلاها باع كده وكده يعني عشان تحول له فلوسها في حسابه. كمان حولت له فلوس؟ ده جدله جوزي بيقول لي ان حولت له فلوس ياما. ده اكيد